هنعمل شكشوكة انما ايه خطيرة. يلا بينا. طاسة على النار فيها شوية زيت حلوين وبصلة متوسطة متقطعة مكعبات او بصلتين صغيرين. هديهم تقليبة واحط فصين من الثوم، وبعد كده هحط حبة من فلفل الرومي. طبعا نسبة الخضار راجع عليكم انتوا زي ما انتوا حابين. وبعد كده هحط 3 حبات من الطماطم متقطعة برضو مكعبات وتقليبة كده. وبعدين هحط نص حزمة من الكزبرة الفريش وهقلبهم وهدي النار وهسيبهم كده يتسبكوا شوية لحد لما احضر البيض. عايزة اقول لكم الفيديو اللي جاي هيكون عن طريقة عمل الجبنة الكريمي ب3 مكونات بس وفي 5 دقايق. كده خلاص اتسبك عندي الخضار. هنزل 6 حبات من البيض، وبالنسبة للبهارات ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والملح. مش هزود ملح علشان انا هحط جبن على البيض، ممكن تزودوا ملح زي ما انتوا حابين. ولو شايفين المحتوى بتاعي هادف ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت وشير للفيديو. واستخدمت هنا جبنة فيتا بطعم الشيدر نباتي الدهن. هوزعها بقى على البيض بعد ما طفيت على طول علشان تسيح من السخونية بتاعة البيض. وبصراحة انا اول مرة اجرب الجبنة دي، حلوة وجميلة وبتسيح وطعمها حلو قوي، لكن عشان اكلها كده لوحدها سندوتشات بالنسبة لي مش احسن حاجة. وبكده خلصت حلقة النهاردة، وانتظروا الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم.